السلام عليكم. مرحبا بكم في حكاية الليلة. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام. يحكى في قديم الزمان أنه كان هناك ملك حكيم يدعى عبد الله، حكم مملكة كبيرة تزدهر بالعدل والخير. كان محبوبا من جميع رعاياه بفضل حكمته وعطفه على شعبه، لكن رغم كل هذه الصفات الحميدة كان لدى الملك عبد الله خوف شديد من الأفاعي. منذ أن كان صغيرا كان يسمع عن الأفاعي في القصص ويشاهدها في الأماكن البعيدة، فكان يلتف حوله هذا الخوف الكبير كلما اقتربت أي حية منه أو حتى ظهر ذكرها في الحديث. ومع مرور السنوات أصبح هذا الخوف يشكل عائقا أمامه، حتى وإن كان قويا في الحرب وحكيما في اتخاذ القرارات، لكن هذا الخوف يعيقه داخليا، وكان يحاول بكل جهده أن يتجنب كل ما له علاقة بالأفاعي أو ما يثير هذا الشعور في قلبه. وفي يوم من الأيام، بينما كان الملك عبد الله يسير في حدائق قصره الواسعة التي كانت مليئة بالأشجار والزهور، شعر بشيء غريب. في زاوية الحديقة كانت هناك حية ضخمة كبيرة، كانت كبيرة جدا تكاد تملأ الطريق الذي كان يمر منه، وعيناه لم تستطيع تصديق كل ما يراه. الحية كانت كبيرة جدا وعيناها تشحان بالشر، وكان رأسها يلتف حوله كما لو كانت تستعد للهجوم. في تلك اللحظة تملكه خوف شديد، دقات قلبه ازدادت تسارعا، وركض بعيدا في محاولة للهروب، لكن الحية كانت تتابعه بسرعة مذهلة وكأنها تلاحقه عن قصد. وعندما شعر الملك أنه لم يعد يملك خيارا سوى الهروب، سمع صوتا غريبا ينبعث من الحية وكأنها تتحدث. قالت الحية بصوت عميق: لا تخف، أنا لست عدوا لك، أنا هنا لمساعدتك، لا تهرب بعيدا. توقف الملك عبد الله فجأة ووقف في مكانه مذهولا. كيف لحية أن تتحدث؟ كيف يعقل أن يتحدث شيء ميت بهذا الشكل؟ لكنه استمر في الاستماع، فالحية تابعت كلامها: أنا لم أكن دائما هكذا. في حياتك الماضية كنت أفعى، ولكن لم أكن مجرد أفعى عادية، كنت جزءا من مشكلة داخل قلبك، وهي خوفك الذي يعطل حياتك. كنت السبب وراء تعميق هذا الخوف في قلبك، والآن حان وقت التغيير. كان الملك عبد الله في حالة من الذهول، فقال: كيف يمكن لهذا أن يكون؟ هل تعني أنك كنت السبب في خوفي؟ وكيف يمكن أن أتحرر من هذا الخوف الذي يسيطر علي؟ ابتسمت الحية ابتسامة غامضة وقالت: ليس هذا الخوف الذي تراه اليوم هو ما كان عليه الأمر في الماضي، لكنك يجب أن تمر برحلة كبيرة جدا، رحلة ستواجه فيها العديد من التحديات، ولكنك ستتعلم منها القوة الحقيقية التي تحتاج إليها. رحلة إلى أين؟ قالت الحية: إلى الجبل الذي في البحر، حيث ستجد حجرا قديما يحتوي على السر. ولكن تذكر، الحل لا يكمن في الحجر نفسه، الحل يكمن فيك أنت.
الرحلة ستحررك إذا واجهت فيها مخاوفك وأنت موقن بأنك ستتعلم الشجاعة. قرر الملك عبد الله أن يواجه هذا التحدي، ولكنه لم يكن يريد أن يذهب وحده. اصطحب معه خادمه المخلص سمير، الذي كان يثق به أكثر من أي شخص آخر في هذه المملكة. كان سمير رجلا حكيما وقويا في المواقف الصعبة، وكان دائما ما يقف بجانب الملك في الأوقات الحرجة. انطلق الملك عبد الله وسمير في رحلتهما الطويلة عبر أراضٍ قاحلة وجبال وعرة. كان الطريق صعبا جدا، وكان كل منهما يواجه تحديات جديدة في كل خطوة. في الصحراء القاحلة تعرضوا لعواصف رملية، حيث كانت الرياح تعصف بالأشجار الصغيرة وترتفع الرمال بشكل يجعل من الصعب التنفس. لكن الملك عبد الله لم يتراجع، وكان سمير دائما يواسيه ويشجعه على التقدم. لقد بدأنا هذه الرحلة معا يا مولاي، ولن نرجع إلا وقد نلنا هدفنا، قال سمير بثبات وهو ينظر إلى الملك الذي كان يبدو متعبا جدا. واصل يا سيدي، لقد اقتربنا من الوصول، هيا تشجع يا مولاي. وبعد أيام طويلة من السفر، وصل الملك وسمير إلى الجبل الذي كان يشير إليه. كان الجبل بعيدا جدا، وكان وسط البحر، وكان يبدو صخريا وقاسيا. صعد الجبل بصعوبة، وكلما ارتفع أكثر شعر الملك عبد الله بثقل في جسده، لكن عزيمته لم تضعف. كلما مرت الأيام أصبح يشعر بشيء غريب في قلبه. كانت المخاوف التي كان يحملها تتلاشى شيئا فشيئا. عندما وصل إلى قمة الجبل، وجدوا حجرا ضخما مغطى برموز غريبة وقديمة. كان الحجر ينبعث منه نور خافت، وكأنه يحتوي على سر عميق. نظر الملك عبد الله إلى الحجر وتذكر كلمات المرأة: الحل ليس في الحجر بل فيك أنت. وقف الملك عبد الله لحظة طويلة متأملا في الحجر والمخاوف التي كانت تلاحقه، ثم تذكر جميع التحديات التي مر بها طوال رحلته وكل الدروس التي تعلمها. فجأة شعر بشيء عميق في قلبه. أدرك أن القوة التي يبحث عنها ليست في الحجر بل في داخله. شعر بشجاعة غير مسبوقة، ولم يعد خائفا من شيء. وقال في نفسه: أنا لا أحتاج لهذا الحجر، الحل في داخلي. الخوف الذي كنت أخشاه طوال حياتي هو مجرد وهم. وبهذه الكلمات رفع الملك يده ولمس الحجر، ولكن بدلا من أن يشعر بشيء غريب، شعر بالسلام الداخلي، وبدأ بالشعور بالراحة والطمأنينة يملأان قلبه، واختفت كل المخاوف التي كانت تعكر صفوه. فجأة بدأ الحجر ينبعث منه ضوء ساطع، وظهرت حية كبيرة، لكن الملك وقف صامدا ينظر إليها. واختفت الحية التي كانت قد تحولت إلى امرأة، وعاد الجبل إلى هدوئه وكأن شيئا لم يكن. عندما عاد الملك عبد الله مع سمير إلى مملكته، كان قد تغير تماما. لم يعد الخوف يسيطر عليه، بل أصبح أكثر حكمة وشجاعة، وكان قد تعلم أن القوة الحقيقية تكمن في مواجهة المخاوف. عاد الملك إلى مملكته ليحكمها بحكمة أكبر،
وأعلن لشعبه: التحديات ليست في الخارج بل في داخلنا. الخوف هو الذي يعطلنا، وعندما نواجهه بشجاعة نصبح أقوى. منذ ذلك اليوم أصبحت قصة الملك عبد الله تحكى من جيل إلى جيل كدرس في الشجاعة والتحرر من الخوف، وقد أصبح مثالا يحتذى به في المملكة وخارجها. يعيش حياته متحررا من كل ما يعيقه. الدرس المستفاد من هذه القصة أعزائي أنها تعلمنا أن القوة الحقيقية تكمن في داخلنا. لا يجب أن نسمح للمخاوف أن تعيقنا، يجب أن نواجهها بشجاعة، وعندما نفعل ذلك نكتشف أننا أقوى مما كنا نعتقد. إلى هنا انتهت هذه القصة. أتمنى أن تعجبكم وأن تشجعونا على إعطائكم المزيد.